الموقعة أو المغامرة المغربية في كأس العالم للشباب لا زالت مستمرة. المغرب فازت على أمريكا 3-1 وفي دور ربع النهائي، وتأهلت إلى دور نصف النهائي. ويعني شكلهم حيكررون الإنجاز اللي تحقق في مونديال 2005 للشباب. يعني ما شاء الله المغرب منتخب أول ثقيل، منتخب شباب ثقيل، مستقبل الكرة المغربية رائع رائع رائع، شيء عظيم. رامي، منتخب محلي، منتخب شباب، منتخب أولمبي، منتخب الأولمبي ثالث العالم، يعني حتى قبل كان ثالث العالم. يعني عندهم وفرة من اللاعبين ما شاء الله في كل المراحل السنية، عملوا تخطيط مهول. المغرب ما هو جزافا. البعض يقول إنه منتخب المغرب والله لاعبينهم عشان يلعبوا برا وكذا. طيب عندك أنت الجزائر، تونس، بقية المنتخبات كلهم مش نفس الشيء. ايوه، بس ليه هنا في تخطيط، في عمل. الأكاديمية عاملة شغل غير طبيعي، والتناغم بين مدربين الفئات. ترى في 5 سنوات يا أبو بدر محققين إنجازات غير طبيعية على مستوى العالم. اليوم أنشيلوتي مرشح المغرب في كأس العالم القادم، من المرشحين لتحقيق البطولة يقول لك المغرب. فتخيل أنت توصل لهذه المرحلة. تستاهلوا كل خير. فيفا مغرب. روح فاصل ونعود. يعني ترى عملية الاحتراف الخارجي للاعب المحلي في المنتخبات الآسيوية ترى هي اللي صنعت الفارق الكبير ما بين بس ما تكون بطريقة الكشخة. لا لا لا، صحيح. أيوة. صحيح. مثلا يعني مسكين. يعني أنا شاهدت بدر. نعم. المنتخب سعود عبد الحميد اللي صار فيه يا رجل. لا 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 لا, لا. صراحة المهم ما نبغى عشان ليلة المباراة وخلينا مع المنتخب، بلاش نفتح ملفات. طيب لا بس نقطة بس مهمة. المنتخب اللي أثنينا عليه، المنتخب المغربي اللي قاعد ايش؟ وقفت عند المنتخب المغربي؟ ها لا ارجع يعني هاني عيد كلامك من الأول، قطع الصوت. يلا تفضل. ايش تقول؟ لا انا تابعت المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم للشباب يا هاني. وضح يا هاني للشباب عشان الجمهور يتابعوني. للشباب الان كأس العالم. ايوه لكأس العالم. وجدت انه فقط من اللعيبة المحليين 6 لعيبة فقط، لعيبة محليين في المنافسات المحلية، واعتقد 3 أو 4 في الجيش الملكي، يعني تحديدا نادي معين فيها. وش الفارق؟ والباقيين لحظة هاني واحدة. الباقيين ايش؟ في متوزعين على جميع المدارس الأوروبية. جميل جدا. اللاعبين المتوزعين ذولي على الأندية الأوروبية جو من وين؟ هنا النقطة. أنا سألت، ما جو من أكاديميات برا. فرق يعني. لابد أنا أتكلم إيش عن منظومة العمل أو صناعة اللاعب السعودي. المنتخب المغربي أو اللعيبة الشباب في المنتخبات الغرب من ناحية اللي هو شمال أفريقيا دائما عندهم شغف في تطوير أنفسهم. ما صار في تونس، ما صار في الجزائر، بس صار في المغرب يا جماعة. صار يعني انت ليش تاخذ الجوانب؟ يعني لازم تشوف انه جانب الايجابي في التجارب. انا اشوف ان المنتخب المغربي اللعيبه يبحثون عن صناعه مستقبلهم. طيب اللاعيبه التوانسه والجزائريين ما سووا نفس الشيء، فبالتالي في هناك سر ما في المغرب، سر اداري ما نختلف عليه. لا مش نختلف عليه، لأنه من يبررون أن اللاعبين ذولي أولاد المغتربين وأن ذولي عايشين في أوروبا. هذه القصة أغلب الاتحادات العربية، أغلب الاتحادات الرياضية العربية تروج للقصة هذه لسببين: لتخفيف الضغط المحلي عليهم، لأن كلهم يقولون ليه ما تسوون زي المغرب، وجزء من الناس هذه تحاول تقلل من التجربة المغربية. لا، التجربة المغربية هي نتاج إدارة متميزة للعبة في البلد. تفضل. ما نختلف على الكلام هذا يا أبو بدر. المنتخب المغربي تميز في عملية صناعة اللاعب المغربي المحلي، وهذا يعني لذلك تشاهد الاتحاد السعودي استقطب ناصر لاقريت وجابه عندنا. لكن حكاية إنه اللاعب الصغير، اللاعب السعودي
يأمن مستقبله وهو لسه تحت 18 سنة. أحس إنها عامل يعني ترى عامل، أنا أشوفها بالنسبة لي وجهة نظري إنه لابد اللاعب يتعب ويطور نفسه عشان يحقق الأمان مستقبله وأسرته. فهذا جانب مهم، لابد إن إعادة فكرة الاحتراف الخارجي للاعب السعودي بمجهوده. كيف تسوق اللاعب السعودي؟ بالعمل، بالصناعه. انه الانديه الاوروبيه تستقطبه. لا ممكن تسوقه بس ما توديه روما وما توديه يعني في دول كثيره وفي درجات اقل ممكن اللاعب يبتدي فيها. عموما ياسين يرفع كره، ياسين وبالراس لا زالت مغربيه، والخطوره والجول جول 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 جول. ياسين السابري نعم يهز الشباك الامريكيه مع فؤاد السواني. الهدف الاول مشاهدينا بهجمه وبانطلاقه من الطرف الايسر، فعل ياسين السابري ينافس الكبار في هذا المونديال على لقب الهداف. هنا الفرحه الاولى، هنا الضربه الاولى، هنا الكره الاولى في الشباك الامريكيه. جابها معمى، جابها والله جابها معمى، حطها بلمسه الفنانين الكبار. يا سلام على الابداع، يا سلام على الفنيات، يا سلام على اللمسه بالكعب، اسيست خيالي. الاعلان عن القرار ومع توجيه بطاقه صفراء لعلي معمر. تالي هنا سنة يتقدم كامبيل في الشباك. الوجهه كان صحيحه لكن في نهايه المطاف لاحظ بان كل الاهداف التي سجلت في مرمى المنتخب المغربي كانت من ركلات الجزاء. كون هنا ساقطه داخل منطقه الجزاء. نعم هنا ترفع داخل المنطقه. دورك يا السابري عاد إليكم من جديد ليقول نعم لن سيكون الجول يدور في هذه البطولة. ماذا هناك؟ يبدو بأن بطاقة خضراء قادمة من المدرب الأمريكي في هذه اللحظات. هذه الصورة، هذه الإعادة في كورة نعم سجل من خلال الجول. اللقطة سليمة. على ماذا يحتج؟ على ماذا يناقش في لقطة نعم كان فيها الأسبقية لياسر السابري. هدف صحيح 100% وليس فقط 100% بل مليار. امشي يا إلياس، امشي يا إلياس، غير معقول يا إلياس. لا زالت مغربية. ياسين جسيم فعلا، ياسين جسيم فعلا. هذا هو التحدي المغربي، هذا من هنا أصل الرواية في حكاية الجول الثالث. هنا الإصرار يا إلياس، امشي إلياس، يتحدى إلياس، حطها إلياس وجول جول 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 جول. الثالث مغربي مشاهدينا الكرام، الثالث مغربي حتى في الجول. صفر يا البيروبي، صفر يا البيروبي. إذن في هذه اللحظات